تخيل أن يظن الناس أنك غريب، بينما أنت فقط أذكى من أن تلعب لعبتهم. إذا كنت رجل السيجما، فهذه العادات ليست غريبة، بل قوة لا يفهمها إلا القليلون. رجال سيجما لديهم عادات معينة لا يفهمها أحد آخر. قد تبدو غريبة أو مختلفة عن الآخرين، ولكنها في الحقيقة جزء طبيعي من طبيعة هذا النوع من الشخصية. إذا كنت رجل السيجما، فغالبا لاحظت بعض هذه العادات في نفسك، ولهذا السبب كثيرا ما يتم فهمك بشكل خاطئ من قبل الآخرين، لأنهم لا يفهمون لماذا تفعل الأشياء بطريقة مختلفة عنهم. ورغم أن بعض تصرفاته قد تبدو غير اعتيادية، فإنها تبدو لك منطقية تماما. والآن إليك 8 عادات غريبة يفعلها جميع رجال سيجما، ولا يفهمها الأشخاص العاديون. أولا، يختارون دائما المقاعد الخلفية. هل لاحظت يوما كيف أن بعض الناس يختارون دائما الجلوس في الصفوف الخلفية، سواء في الاجتماعات أو الفصول؟ هذه عادة شائعة بين رجال سيجما، فهم يفضلون المراقبة على أن يكونوا في مركز الانتباه. لذلك يختارون أماكن تتيح لهم نظرة عامة على كل ما يجري، من دون أن يكونوا تحت الأضواء كرجال الألفا. قد يبدو هذا غريبا للآخرين، ولكنه طريقتهم للشعور بالراحة والسيطرة. الجلوس في الخلف يمكنهم أيضا من المغادرة بسرعة إذا احتاجوا لذلك. هم يفضلون البقاء في الخلفية، ليس خجلا ولا رغبة في العزلة، بل لأنهم يرون الصورة الكاملة بوضوح أكبر من هناك، وهذا يعطيهم إحساسا بالمساحة الشخصية حتى في الأماكن المزدحمة. هم لا يتحدثون إلا إذا كان لديهم شيء مهم ليقولوه، لذلك قد يظن الناس أنهم غير منتبهين، بينما هم في الواقع يلاحظون كل شيء بدقة عالية. ثانيا، يختفون بدون تفسير. رجال سيجما مثل النينجا في التجمعات، يستطيعون الاختفاء بهدوء من دون أن يلاحظهم أحد. هم ليسوا من النوع الذي يودع الجميع أو يفسر سبب المغادرة. قد يبدو هذا غير مهذب للبعض، ولكنه بالنسبة لهم مجرد طريقة لتجنب المحادثات القصيرة غير المهمة. يغادرون عندما يشعرون أن الوقت مناسب، من دون الشعور بأي التزام. وهذا ينطبق أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يحذفون حساباتهم فجأة من دون أي شرح. بالنسبة لهم، الاختفاء ليس هروبا، بل تبسيط للحياة، واستعادة للسيطرة على خياراتهم. هم لا يحتاجون إلى موافقة أحد، ولا يشعرون بالحاجة لتبرير أفعالهم. ثالثا، يفكرون كثيرا قبل إرسال رسالة نصية. هل كتبت رسالة، ثم محوتها، ثم أعدت كتابتها، وفي النهاية لم ترسلها؟ إذا حدث هذا معك، فربما أنت رجل سيجما. رجال سيجما يحللون كل كلمة قبل إرسالها. يريدون أن يتأكدوا أن الرسالة تعبر بدقة عما يقصدونه، من دون سوء فهم. قد يقرؤون الرسالة عدة مرات، يغيرون كلمة، ويضيفون فاصلة، وفي النهاية قد لا يرسلونها أصلا. بالنسبة لهم، الرسالة النصية ليست شيئا بسيطا، بل مسؤولية. رابعا، يقدمون إجابات قصيرة لإنهاء المحادثات المملة. عندما يجبر رجل سيجما على محادثة لا تهمه، سيستخدم أسلوبه المفضل: إجابات قصيرة، كلمة واحدة، وصمت ذكي، جيد، مثير للاهتمام. ليس تجاهلا، وليس قلة أدب، بل طريقة لحماية وقته وطاقته. خامسا، لا يحبون المديح الكثير. رجال سيجما لا يحتاجون إلى التصفيق ليشعروا بقيمتهم. هم يعرفون قدر أنفسهم، ولا يعتمدون على كلام الآخرين لرفع ثقتهم. المديح الزائد قد يشعرهم بالريبة، خصوصا إذا شعروا أنه غير صادق. هم يفضلون الاحترام الحقيقي على المجاملات الفارغة. سادس، يتجنبون المعارف لتجنب الحديث التافه. عندما يرون شخصا يعرفونه سطحيا، قد يغيرون الطريق، أو يتظاهرون بالانشغال. ليس تكبرا، بل لأن الحديث التافه يستنزف طاقتهم. سابعا، يحكمون بصمت على كلام الناس. رجال سيجما لا يسمعون الكلمات فقط، بل يحللونها. يراقبون التعابير، ويفهمون ما بين السطور. هم يقرؤون النيات، ولكنهم لا يعلنون ذلك. ثامنا، لا يكشفون كثيرا عن أنفسهم. رجال سيجما يحترمون خصوصيتهم.
لا يفصحون عن مشاعرهم إلا عند الضرورة. قد يبدون غامضين، ولكنهم متصالحون مع أنفسهم. لا يطلبون الدعم، ولا يثقلون على أحد. هم يختارون الصمت، لأنه أقوى من 1000 كلمة. إذا كنت ترى نفسك في هذه الصفات، فأنت بلا شك أحد رجال سيجما. لا تنسى الإعجاب بالفيديو، والاشتراك في القناة، وكتابة تعليق تخبرنا فيه كم عادة من هذه العادات تمتلكها. وإن كنت تريد المزيد من المحتوى العميق عن شخصية سيجما، فابق معنا. القادم أقوى.